مرحب شباب، ان شاء الله تكونوا طيبين وبافضل حال. عبد الله وعبد العزيز اثنين اخوان لهم قناة على اليوتيوب، هم يوتيوبرز كبار ومعروفين، عندهم 8 مليون مشترك على قناتهم. لحظة شباب، القصة هذه ما بقولها كذا وبس، القصة هذه سمعها أكثر من 6 مليون شخص، وفي دروس كثيرة تعلمتها من قصة عبد الله هذا، اللي هو كان مخبي شيء تقريبا من حوالي 10 سنين. 10 سنين كان مخبي حاجة، وكان غيره كثير ممكن يستغل الحاجة هذه علشان الشهرة. وكمل الفيديو يا صاحبي هتعرف ايش هو الشيء اللي كان مخبيه عبد الله، وهقول لك في اخر فيديو الدروس اللي تعلمتها من قصته. عبد الله وعبد العزيز محتواهم ترفيهي مليان ضحك، يا اخي تحس بالايجابيه لما تشوفهم، بيناسب الاطفال وسن ال20 وفوق. انا بالنسبه لي بتابعهم من حوالي 3 أو 4 سنين. في مره من المرات كذا فتحت فيديو ليهم، لقيت عبد العزيز بس اللي ظاهر في الفيديو. يا اخو استغربت وقلت ليش عبد الله مختفي المره هذه؟ ليش ما هو مع اخوه زي كل مرة؟ المهم اختفى عبد الله وكمل عبد العزيز اخوه فيديوهات، وعبد العزيز كمل فيديوهات وظل زي ما هو، ما كان متأثر ولا كان مبين شيء من الظروف اللي كانوا هم بيمروا بيه، غير انه كان بيقول عبد الله مريض والله يشفيه. ويا صاحبي لو عايز تعرف الفيديو كامل وتعرف القصة بالتفصيل وعلى لسانهم هم يعني، هتلاقي الفيديو، هتلاقي رابط الفيديو تحت الفيديو هذا. المهم ايش هن اهم نصايح انا تعلمتهن من قصة عبد الله اللي حكاها واثرت في الصراحة بشكل كبير. أسوأ لحظة اللي كسرتني من جد لما كنت مركب جهاز اللي منظم قلب، وفي نفس الوقت إذا صار في مشكلة في القلب يعني ما بيدق أو يعني something wrong it shocks you. والشوك الضربة هذه ما تتوصل، هذه نعمة لا تقدر بثمن. لا تخلي حياتك توقف عند مشكلة، يعني لا تخلي المشكلة هي اللي تتحكم في حياتك، يعني انت تتحكم في المشكلة وتكمل حياتك عادي. دعم الأب مهم جدا لأبنائه، إذا كانوا أطفال، شباب، بنات، أولاد. دعم الوالد ليهم في الحاجة الصح بيخليهم يستمروا بدون خوف أو قلق، بيظل مستمر ما بيخاف لأن أقرب ناس له شجعوه على الحاجة الصح هذه. مع إن عبد الله وعبد العزيز هذول هم صغار ما كان عندهم إمكانيات التصوير والمونتاج، لكن دعم أبوهم ليهم خلاهم يستمروا ويوصلوا النجاح اللي هم فيه هذا. الشغف لازم تظل وراء شغفك، وراء حلمك. شوف أنت موهوب في إيش أو متميز في إيش، وخليك مستمر وطور من نفسك، وإن شاء الله ربنا بيكرمك. أي شخص في الحياة بيعدي عليك بيأثر عليك، إذا كان بشكل سلبي أو بشكل إيجابي. إذا كان سلبي سيبك منه، وإذا كان إيجابي خذ منه. والابتسامة دايما تكون موجودة مهما كنت ومهما صار لك، لأن الابتسامة ورضاك باللي ربنا كاتب لك هذا بيعطيك سعادة كبيرة. خوفك وكثرة تفكيرك السلبي هذا طبعا أكيد هتأثر عليك بنتيجة سلبية. والله وبس كذا نكون وصلنا لنهاية الفيديو. إذا أعجبك الفيديو سوي لايك، ولا تنسى تشترك في القناة إذا ما كنت مشترك. وأتمنى إنك استفدت، لو مش هقول لك جملة، لو استفدت كلمة واحدة بس. ودمتم في أمان الله.